السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم زيرو سبور. أتمنى دائما أن تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. قبل البداية لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك، فلن يأخذ منك سوى ضغطة زر واحدة فقط، لكن بالنسبة لنا دافع وحافز كبير. والآن إلى فقرة الأسئلة، والبداية بجواب السؤال الماضي. أطول لاعب في تاريخ كرة القدم هو الحارس سيمون بلوخ يورغنسن، ويبلغ طوله 210 سنتيمات. سؤال اليوم من عمر عبد الله، وسؤاله يقول: ما هو الفريق الذي سجل فيه ميسي أول هدف له مع برشلونة؟ اتركوا لنا إجاباتكم في التعليقات، وإذا كانت لديكم أسئلة اتركوها لنا كذلك في التعليقات، فمنها نأخذ أسئلة كل فيديو. أما الآن نمر إلى العناوين. مفاجأة: صفقة القرن قد تبرم لصالح برشلونة في الصيف القادم. ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع لوتارو مارتينيز. طائرة السعودية تبقي أرتورو فيدال في برشلونة. نيمار: أرغب في مزاملة إبراهيموفيتش ورحيلي ممكن. إرنستو فالفيردي يسعى لمعادلة الكفة مع غوارديولا ويوهان كرويف. وصل برشلونة إلى مدينة جدة السعودية بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية اليوم أن الطائرة التي أقلت برشلونة إلى السعودية كان على متنها جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي. شهدت محادثات طويلة مع أرتورو فيدال لاعب الفريق، وارتبط اسم فيدال بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام قوي من انتر ميلان بالحصول على خدماته، بينما يريد اللاعب التشيلي المغادرة للحصول على دقائق لعب أكثر. وواجه فيدال خلال الرحلة ضغطا حقيقيا من زملائه، خاصة النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، جوردي ألبا وبارتوميو نفسه، وذلك لإعادة النظر في طلب الرحيل. وأضافت موندو ديبورتيفو أن لاعبي برشلونة طالبوا زميلهم بضرورة البقاء لأن الفريق في حاجة إليه، ويبدو أن فيدال تقبل نصائح رفاقه، وبات من المتوقع أن يبقى مع الفريق على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري وفقا للصحيفة المقربة من البارسا. قرر نادي ريال مدريد دخول سباق الأندية الأوروبية القوية من أجل تدعيم صفوفه بصفقة هجومية مميزة مع نهاية الموسم الحالي من الدوري الإيطالي. وأفادت شبكة توتو ميركاتو الإيطالية أن هناك رغبة من طرف ريال مدريد لضم مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز، بعدما شهد مستواه تطورا كبيرا تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي. ويعد لوتارو هدفا للعديد من الأندية بعيدا عن ريال مدريد، أهمها برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. دخول ريال مدريد الصراع يزيد من شدة المنافسة ويجعل الصفقة أكثر صعوبة، على الرغم من وجود شرط جزائي في عقد لوتارو للأندية من خارج الدوري الإيطالي بقيمة 111 مليون يورو. الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يعمل في الوقت الحالي على تجديد عقد لوتارو مارتينيز من خلال التواصل مع وكلائه حتى يتصدى لمحاولة الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني. يعاني مدافع نادي يوفنتوس ماتياس دي ليخت من عدم المشاركة المستمرة في المباريات مع مدربه الحالي موريسيو ساري. وغاب دي ليخت عن آخر 3 مباريات ليوفنتوس أمام سامبدوريا وكالياري في الدوري الإيطالي ولاتسيو في كأس السوبر، حيث بات ساري يفضل الدفع بالمدافع المميز ميري ديميريل بجانب المخضرم ليوناردو بونوتشي. وبحسب شبكة كالتشو ميركاتو الإيطالية هناك
رغبة من قبل برشلونة في التعاقد مع دي ليخت، على الرغم من تفضيله في الميركاتو الصيفي الماضي الذهاب إلى يوفنتوس بالاتفاق مع وكيله مينو رايولا. ويبحث برشلونة عن ضم مدافع قوي ومميز ولا يجد أفضل من دي ليخت في الفترة الأخيرة وفقا لما ذكرته الشبكة الإيطالية، ويريد استغلال وضعه غير المستقر مع يوفنتوس لإقناعه بالرحيل. ولكن من المتوقع أن لا تكون الصفقة سهلة على برشلونة، خاصة وأن دي ليخت ليس من اللاعبين الذين يستسلمون بسرعة بعد أن كلف خزائن يوفنتوس 75 مليون يورو. لكن المشكلة لن تكون مع اللاعب لأنه يريد اللعب باستمرار، ولكن يوفنتوس قد يبالغ في مطالبه المادية. كشف نيمار نجم باريس سان جيرمان عن أحلامه في عام 2020، مشيرا إلى أنه يرغب في اللعب بجوار زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان. وقال نيمار في تصريحات لشبكة سبور ميديا سيت: أمنيتي في عام 2020 هو الفوز بكل ما أستطيع مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي. وأضاف: أتمنى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب والفوز بكوبا أمريكا مع البرازيل. وتابع: كنت أرغب في اللعب إلى جوار أساطير مثل زيدان وروماريو، كما أود مبادلة قميصي مع زلاتان إبراهيموفيتش. وبدا نيمار على الأقل في الوقت الحالي في كامل تركيزه مع سان جيرمان قائلا: لدينا فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا، سنحاول. وأتم: عام 2019 كان مليئا بالإصابات بالنسبة لي وتعلمت خلاله الكثير. ربما أنهي 2020 في باريس سان جيرمان أو أكون في فريق آخر، لا أستطيع معرفة المستقبل، لكن لكل منهما 50%. يبحث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة عن التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني الذي انطلقت فعاليته مساء أمس الأربعاء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مع العلم أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة. وسيدخل برشلونة المباراة بصفته بطلا للدوري الإسباني، فيما سيلعب فالنسيا كبطل لكأس ملك إسبانيا. أما أتلتيكو مدريد وريال مدريد فسيشاركان كضيوف شرف على اعتبار أنهما احتل المركزين الثاني والثالث بالليغا. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن إرنستو فالفيردي يطمح لاعتلاء صدارة المدربين الفائزين بكأس السوبر الإسباني على مدار التاريخ، إذ يحتل مدرب البلاوغرانا المركز الثاني خلال الوقت الحالي. ويتصدر بيب غوارديولا هذه القائمة برصيد 3 ألقاب فاز بها مع برشلونة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011، أي 3 مرات متتالية. وسبقه للإنجاز نفسه الراحل يوهان كرويف في 91 92 94 900 و1000. أما فالفيردي فقد توج باللقب مرتين، الأولى كانت مع أتلتيكو بيلباو عام 2015 بانتصار لا ينسى برباعية نظيفة على حساب برشلونة، كما قاد الفريق الكتالوني للقب أيضا عام 2018 بمدينة طنجة المغربية. ويتساوى فالفيردي في الوقت الحالي مع مدربين كبار أمثال الإسباني خافيير إيروريتا والهولندي ليو بين هاكر والأرجنتيني هيكتور كوبر والهولندي الآخر فرانك ريكارد.